واول حاجه بناخدها معانا وهي القدره على. القدره على هنا بنستخدم لها ايه؟ او الابيليتي. لما انت تبقى قادر على فعل الشيء انا ممكن استخدم لها كان، ممكن استخدم لها could، ممكن استخدم لها be able to. التلاتة دولت خاصين بالقدره. وعلى سبيل المثال انا ممكن استخدم I can hear you or I could hear you or I can say I am able to hear you. التلاتة بنفس المعنى. ناس كتير هتقولي طب ايه الفرق ما بين كان وكود؟ دي لسه هناخدها بس كمان شوية. برضو مثال تاني معانا وهو he can swim like a fish، he could swim like a fish. كلهم بيؤدوا الى نفس المعنى. طب هو ايه الفرق ما بين كان وكود؟ الفكرة اللي في كان وكود اللي كان هي حاضر وفعلا كود ساعات بتيجي في الماضي، بس الاختلاف التاني اللي دايما في كلمة كود احنا بنستخدمها في الفورمال. كأنك لابس بدلة وجرافطة، مديرك في الشغل هتستخدم معاه كود، اما لو صاحبك عادي هتستخدم معاه كان، اللي بقى لو هو ذوقه شوية وكده فهتستخدم معاه كود. تاني حاجة في المودل فيربس وهي السجستشن. طب زي اللي هي ايه ديت؟ اللي هي الاقتراح. لو انا هاجي اقترح على حد حاجة دي هستخدم لها ايه؟ هستخدم لها shall we go out for a walk؟ shall I go to the cinema؟ وكلمة shall هي بتستخدم في الاستفهام فقط. طب لو انا بقى عايزة اللي انا استخدمها سؤال وانفيها وكده، shall هي بتيجي بس في السؤال. اما بقى لو انا عايزة اقول نفي كده وكمان اللي انا اقول جملة مثبتة هقول should، وممكن استخدم ought to، وممكن استخدم had better. فانت عندك 3 alternatives لشال، بس الفرق الوحيد ما بينهم اللي كلمة shall بتستخدم في السؤال فقط. طب تعالى بقى لكلمة should انا بستخدمها في كل حاجة. ممكن جملة مثبتة زي كلمة you should do your tasks، وممكن اقول should you do your tasks، وممكن you shouldn't do your tasks. وعادي جدا should بتيجي في كل المواقف. اما بالنسبة ل ought to ought to بتيجي اثبات فقط، ما ينفعش ان انا استخدمها لا في الاستفهام ولا في النفي. يعني انا ممكن اقول له you ought to do your tasks. برضو حاجة تاني ومثال تاني على ought to و should، we don't use ought to in the questions. احنا ما بنستخدمش ought to في ال questions، وما ينفعش كمان ان انا استخدمها في النفي. you ought to go to the dentist if your teeth hurt. بس ما ينفعش ان انا اسأل ought I do or I ought not to. لا، ما ينفعش خالص اللي انا اسأل اطلاقا ب ought to. بالنسبة ل had better هي strong advice، هي نصيحة قوية جدا جدا. تمام؟ يعني it is cold outside you had better wear a coat. الجو ساقع بره وانت المفروض تلبس المعطف بتاعك. فلو انت ما لبستهوش بقى هنا في الحالة دي هيحصل ايه؟ هتعيا مثلا. اوكي؟ فهي strong advice. you had better not forget. بص انت من الافضل ليك ان انت ما تنساش، ما هو لو نسيت ساعتها هيحصل الكارثة. فhad better هي strong advice. عشان كده احنا مش بنفضل اللي احنا نستخدمها خالص في الفورمال واي، بيفضل ان انت تستخدم should. طبعا بقى ought to و shall عادي جدا، بس should بنفضلها في جميع الاحوال. تالت حاجة وهي الاذن او الطلب. الاذن او الطلب برضو هنستخدم فيهم كان او could، ودي الحالة التانية اللي احنا بنستخدم فيها كان او could. يعني انا ممكن اقول I can swim، دي برضو قدرة اللي انا بعرف اللي انا اعوم. وممكن تعبر اللي هي request اللي هو يعني can I swim؟ اوكي، ينفع ان انا اروح اسبح؟ اوكي، can I help you؟ can you open the door؟ لو انت قلت مثلا can you open the door ده كده حاجة friendly، بس could you open the door ده كده بقى في الفورمال واي، بدلة وجرافطة على طول. كان بتستخدم في 3 حاجات وهي ال permission، request، ability. قدرة، اذن، وطلب. الفرق ما بين may وما بين might، خليني اللي انا اقول لكم ان كلمه may هي بقت old fashion كده وبقت old english، ومعظم الناس دلوقتي بقت بتستخدم might. فلو انت عايز تستخدم may it's okay، بس الناس في الاستئذان دلوقتي بقوا يستخدموا might. وmay وmight هما الاثنين بيستخدموا في permission في الاستئذان. may I go to the toilet please؟ might I go to the toilet please؟ الاتنين نفس الاستخدام، مفهومش اي حاجة خالص، بيجوا نفي وبيجوا استفهام عادي جدا. بس الفكرة اللي احنا بقينا نستخدم might افضل، وmight كمان بتستخدم في الفورمال واي. الطلب، الريكوست، لما باجي اطلب من حد حاجة will او would لازم استخدم will او would. would طبعا فورمال، will in general عادي جدا،
ودايما دايما ده بيكون طلب ده في البريزنت، ما ينفعش ان انا اطلب حاجه في الماضي. اوكي، يعني انت بتطلب طلب حاجه بتحصل دلوقتي. will you give me that book please, would you please turn off the air conditioner. فده كده ايه، ده انا بطلب طلب. طبعا اكيد لو المانجر بتاعك انت هتستخدم ايه، would. must و mustn't الاتنين بيستخدموا في ال obligation. what is the meaning of obligation؟ الالتزام، لازم اللي انت تلتزم بالحاجة ديت، فاللي هو mustn't و must. وده نلاحظ الفرق فيهم. الجملة اللي انا كاتباها ديت there is harm. what is the meaning of there is harm؟ لو انت استخدمت must او mustn't ده هيقع عليك ضرر. فلما انا اجي اقولك you must come on the time for the meeting، لو انت ما جيتش في ميعادك كده هيحصل مشكلة كبيرة، هيكون في ضرر واقع عليك، ممكن ساعتها تترفد من الشغل. لو انا مثلا جيت قلت لك you must stop smoking، لازم اللي انت تبطل التدخين، لان انت لو ما بطلتهوش انت ممكن تعمل عمليه مثلا في القلب او ممكن تموت. you mustn't play in class، لو ما تلعبش في الفصل، لو لعبت انت هتتعاقب، ففي ضرر هيكون واقع عليك. نفس برضو الobligation ونفس ايه الالتزام بنستخدم معاه have to has to، بس ده there is no harm، ده مش هيكون في ضرر واقع عليك. لما انا اجي اقولك I have to clean my house before the party، دي حاجة مش لازم اللي انا اعملها، يعني مش هيجرى حاجة لو انا ما نظفتش البيت، مفيش ضرر واقع عليا. she has to go to the bank، المفروض اللي هي تروح البنك، طب لو ما راحتش مش هيحصل ضرر عليها. اوكي، I don't have to write anything، المفروض ان انا ما كنتش اكتب اي حاجة، طب لو انا كتبت هيحصل حاجة؟ مفيش اي حاجه بتحصل. فالفكره اللي هي have to has to هنا there is no harm، مفيش اي ضرر واقع عليك. النفي بتاعهم مش هتبقى haven't و hasn't، لان هنا have to has to دولت كده modal verbs، فالنفي بتاعهم هنقول doesn't و don't. يعني انا ممكن اقول I don't have to clean my house before the party، or she doesn't have to go to the party. قلت doesn't have لان بعد do و does الفعل بيجي في المصدر، واصل الفعل هنا verb to have. وفي النهاية كده ده خلصنا المودل verbs. اتمنى اكون وضحتها بطريقة سهلة وبسيطة. دول كلهم في جدول بسيط. ما تنساش تعمل شير ولايك وتعرف لاصحابك. انا مع حمدي، ده نص عليا ونص عليك، وده هنا تمرين صغير.